وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. فبعدما ذكر أن من صفات السائرين إلى الله عز وجل وبين الصفات التي تحلوا بها، قال بأن هؤلاء من أعمالهم أنهم كانوا يحبون النصيحة للناس، أي أن من صفاتهم حب الخير لغيرهم، وهذا هو شأن الصالحين وشأن الأنبياء والمرسلين. فما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا ونصحهم وأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل ودلهم على الصراط المستقيم. سيدنا نوح عليه السلام قال الله عز وجل: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا هود عليه السلام قال لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. صالح قال لقومه: ونصحت لكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه وأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل. فهؤلاء في النصح مخلصون طالبون للأجر، ولكن ما هو سبب هذه النصيحة؟ لأنهم يحبون الله ويحبون من يحب الله سبحانه وتعالى، بما كانوا ينصحونهم بالعلم والإرشاد والإحسان، أي أنهم كانوا ينصحون الناس ولكنهم كانوا ينصحونهم بعلم. فإذا كنت تريد أن تكون ناصحا للناس لا بد أن تكون عالما بما تنصح به، لأن الواحد منا إذا نصح غيره بدون علم قد يضل أكثر مما يصلح. فلا بد إذا كنت ستنصح الناس لا بد أن تتعلم. وما طلب الله عز وجل من نبيه شيئا أن يتزود منه إلا من العلم. ما قال الله عز وجل لنبيه: قل رب زدني مالا ولا جاها ولا سلطانا، قال: وقل رب زدني علما. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهم نصحوا الخليقة وكانوا ينصحونهم بعلم. والإرشاد كانوا ينصحونهم على الطريق الصحيح، وكانوا ينصحونهم كذلك بالإحسان، يعني كانوا يرفقون بهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر نبيه أن يدعو الناس بالحسنى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا قمت بنصح الناس لا بد أن تكون رفيقا بهم، أن تأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس إذا أراد أن ينصح غيره قد يغلظ في النصيحة أو قد يشد على غيره. العاصي لا بد أن تأخذ بأيديه إلى الله عز وجل برفق ولين. الله عز وجل قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وفرعون الذي ادعى الألوهية: ما علمت لكم من إله غيري. وقال الله عز وجل لموسى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سيدنا قتادة كان عندما يقرأ هذه الآية يبكي ويقول: سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أعظمك، تأمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون ويقول
له قولا لينا وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك وعفوك بعبد يقول دائما وأبدا في سجوده سبحان ربي الأعلى؟ فالإنسان لابد أن يدعو الناس برفق ولين، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والمثل الأعلى. انظر إلى الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه. الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل رجل أعرابي وبال في المسجد، فهم به الصحابة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دعوه، لا تقطعوا على الرجل بولة. رجل يبول في المسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوه برفق. فلما انتهى من بوله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هذا، إن هذه المساجد لا يصلح منها شيء من هذه القاذورات، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن وللعبادة. انظر إلى الرجل دخل في صلاته وقال انفعل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في صلاته وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد ضيقت ما وسع الله. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا رسول الله، إيذن لي في الزنا. ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ لو جاءك واحد الآن وقال: أريد أن أزني، ماذا ستصنع؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله برفق ولين. نحن نحتاج هذه الأمور في الدعوة إلى الله. لا بد أن نتعامل مع غيرنا بأخلاق الإسلام أيها الأفاضل. الله عز وجل أمرنا أن نقول للناس حسنا، قال: وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمسلمين. فأنتم على ثغر من ثغور الإسلام ستسألون عنه بين يدي الله، لأنكم تتعاملون مع الكثير ممن لا يدين بهذا الدين. قد ينفعل الناس بأخلاقك عندما تدعوه إلى الله عز وجل برفق ولين، تقدم له شيئا قبل دعوته، يدخل في الإسلام. أما إنك تدعوه كأنك ضمنت الجنة وهو من أهل النار وتشد عليه، ما هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال له: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضون ذلك لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ وهو يقول: لا، جعلني الله فداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره، قال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. الرجل يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب شيء إلى قلبي هو الزنا، وما أن خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان أبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. بماذا أيها الأفاضل؟ بالعلم والإرشاد والإحسان.